جريدة لوموند الفرنسية كتبت مقال عن اثيوبيا، اتسألت فيه هي اثيوبيا ماشية ازاي، واثيوبيا مصيرها رايح فين؟ رايح ناحية الحرب ولا وضع السلم هيفضل قائم؟ وقالت المقالة ان اثيوبيا في حد بينظم اوراق اعدائها، بالمعنى البلدي في حد بيستخدم اعداء اثيوبيا عشان يقدر يوجه اثيوبيا، واللي بيستخدم الاوراق دي ممكن يكون معروف وممكن يكون مش معروف، وكل التكهنات او الاصابع بتشير لمصر، لان مصر هي دولة تقدر تواجه كذا جبهة في نفس الوقت، ومصر تقدر تحاوط وتحاصر اثيوبيا من كل الجبهات. وهدف مصر الأساسي في المرحلة دي هو تفكيك اثيوبيا من الداخل. وفي الحرب كل شيء مشروع، ما هو مش طبيعي هتمنع عني المية اللي هي بتعتبر امن قومي وهسيبك تعيش عادي. ما هو زي ما انت عايز تهدد امني القومي، زي ما انا هفضل في ظهرك شوكة ومش هسيبك تعيش في سلام. النهارده اللعب على المكشوف، كله النهارده بيفرش ورقه على الترابيزه، طالما دفاع شرعي عن حقي فانا اشتغل باي طريقه. وفي النهايه ابي احمد اللي عامل فيها عنتر هيرضخ للطلبات المصريه.